يا صباح النور، يا صباح الجمال على احلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير وحياة ربنا. عايزه اقول لكم ان انا مفتقدكم جدا جدا جدا. حقكم عليا، انا كل مره اغيب وارجع اقول لكم حقكم عليا، غبت عليكم. وانا بجد مش عارفه اقول لكم اودي وشي منكم فين بجد. الاول انا بحبكم جدا، وبحب كل تعليقاتكم وكل كلامكم القمر اللي انتوا بتكتبوه ليا. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي العمر كله. وعايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني كتير كتير وحياة ربنا. بصوا يعني يعني متهيألي انتوا اتعودتوا بقى، خلاص اتعودتوا. آية غابت تعرفوا ان آية، بصوا يعني مسحولة بأمانة. انا حقيقي حقيقي بجد الدراسة عاملاني خالص. انا ما بعرفش اصور دلوقتي غير يوم الجمعة، يوم الخميس، احيانا السبت، لان يوم السبت ده بيبقى عندي شغل فيه يعني برايفت وكده. لكن الايام بقى دي اللي بقول لكم عليها، ممكن بقى مثلا يصادف كده لو عرفت اصور بقى في وسط الاسبوع الكلام ده كله، تلاقوني بقى كده ايه اشتغلت معاكم بقى يعني بفيديوهات. فبصوا انا مش عايزه اوعدكم واخلف بوعدي، عشان ما تقولوش ان انا وعدتكم وخلفت بوعدي. بس هحاول ان شاء الله، ربنا يا رب ييسر الامور كده يا رب، اللهم امين. ان انا اكون متواجده معاكم الاسبوع ده الجاي ده كله. يعني ان شاء الله انا عايزه كده ابقى معاكم كل يوم. اعوضكم بقى، بصوا اعوضكم بقى فيديوهات، بصوا فيديوهات جامده جامده. بصوا الاول بقى كده بدات معاكم بقى اليوم فنجان القهوه القمر القمر. بصوا قلبي قلبي القهوه دي. وكان بسكوت كده ساده كان عندي، قلت بقى كده انقنق فيهم وانا بشرب القهوه مع الزرعه كده. القمر دي حاجه كده تفتح النفس يا اختي. انت وهي كده حاولي ان انت كده تفكي كده عن نفسك كده وتعملي جو حلو ليكي، يعني ما تطلعي من مود الكآبة والمود اللي انت فيه ده. المهم بقى عندنا شوية مواعين، شوية مواعين كده قمر، هنغسلهم كده بقى مع بعض كده ونعمل شوية رغاوي كده حلوة. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت مفضيه الحوض وغسلاه غسله حلوه قوي، وشاطفه كل الكوبايات وكل الحاجات اللي هتشوفوها دلوقتي. وحبيت بقى كده ايه يعني اقسم كده المواعين، اعملها بمزاجي يعني. اللي هو ايه، اغسل حاجه 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 كده واشطفها على طول واقوم يعني حطها في صفايه المواعين. المهم عايزه ارغي معاكم بقى في حاجات كتيره. وعايزه اقول لكم ان انتوا بجد بجد وحشتوني قوي 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 فوق ما تتخيلوا. انا مش عارفه بجد يعني الايام اللي فاتت دي انا كنت عامله ازاي بامانه. يعني انا مش عارفة بجد يعني كل يوم افتح القناة واشوف التعليقات، اشوف مين علق لي، القناة وصلت لايه، عايزة اصور، عايزة اعمل، مش عارفة والله العظيم بأمانة. بس انا بصوا يعني ان شاء الله كده زي ما قلت لكم، اوعدكم 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 ان انا انزل لكم فيديوهات يوميا. تمام؟ الاسبوع الجاي ده كله ناخدها كده تحدي. يعني انا كده بصوا هتشجع، عايزاكم تشجعوني تحت في التعليقات، وناخدها بقى كده ايه تحدي ان انا انزل معاكم كل يوم فيديو جديد ان شاء الله كده، وابقى معاكم متواصله معاكم بقى الاسبوع الجاي ده كله. بصوا احنا عندنا شغل حلو قوي في الشقه. تمام؟ النهارده كده هعمل لكم تنظيفات، باقي التنظيفات كده في غرفه الولاد، واقفه بس على حاجات بسيطه ان شاء الله تتعمل وخلاص كده تبقى واقفه على الفرش. تمام؟ انا عارفه ان انا متاخره في التنظيفات وتنظيفات الشتاء. انتي الناس بصوا يمكن ممكن اكون انا اخر واحده اصلا بعمل باقي التنظيفات. بس بصوا والله فعلا غصب عني بامانه. يعني انا بصوا يعني غصب عني في حاجات كتيره، منها مأثره على القناه، ومنها كمان في التنظيفات بتاعه اللي هي العميقه بتاعه الشتاء. وكمان عايزه اقول لكم كمان اللي عاملني في الموضوع ده ان انا بطلع الشتوي بدخل في الصيفي. بس الحمد لله الحمد لله خلصت من المهمة دي خلاص، أخيرا 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 خلصت بقى. بصوا لميت كل الصيفي وشيلته خلاص، وكل الشتوي طلعته ورصيته في الدواليب. بجد الموضوع ده بياخد وقت ومجهود فظيع. إيه هو ده اللي يعني بحس ان هو بياكل الوقت كله. يعني انا بصوا جمعتين اهم ورا بعض إيه كنت بعمل فيهم المواضيع دي، بس اللي هو هدوم شتوي هدوم صيفي بشيلها. فبجد وبرص طبعا في الدواليب. فعايزه اقول لكم هو تقريبا الوقت كله كان ضايع في في رص الهدوم والكلام ده كله. بس عارفين يعني معنى ان انا عملت كده الباقي سهل، حقيقي حقيقي سهل. كمان خاصة لو يعني لو انت عندك المفروشات وعندك الحاجات اللي يعني الحاجات اللي انت هتفرشيها نظيفة، فده بيسهل عليك انك تنفضي وتفرشي.
بصوا بقى، احنا هنعمل شغل حلو الفترة الجاية بإذن الله. هنلملم بقى حاجات في الشقة. احنا عندنا شغل كتير في الشقة لسه ما خلاص. بس هنلملم هنعمل ايه يعني؟ احنا بصوا مش هنعمل فكرة ان احنا هناخد غرفة غرفة نعملها بحذافيرها وتنزل معانا في الفيديوهات، لان ده بجد مش هيناسب معايا انا كآية في الفترة الجاية. لان انا لما اعمل حاجة اعرفوا كده ان انا بعملها في وقت قياسي. يا اما خطفت حاجة الصبح قبل ما اروح المدرسة، يا اما جيت من المدرسه مثلا وانا بعمل الغدا كده مثلا عملت حاجه، عملت حاجه بالليل. كده تلاقوني ممكن قمت قبل الفجر كده بساعه ولا حاجه، اقوم مثلا مشغله نفسي في اي حاجه اعملها. فاعرفوا كده ان انا دي مقتطفات. فانا مش هضحك عليكم، مش هقول لكم ان انا كل ده عاملاه بقى في فيديو واحد، وان انا بصوا ايه سوبر سوبر هيرو سوبر وومن عملت كل الكلام ده بقى في وقت واحد وخلصت كل حاجه. لا طبعا يعني انا مش هعرف اعمل كده. انا مش هضحك عليكم، انا بقول لكم الحقيقه، بقول لكم الصراحه. بس احنا هنجمع بقى. يعني احنا هنجمع، نقول مثلا عملنا، لو احنا في تنظيفات في غرفه مثلا او في تنظيفات المطبخ، ممكن مثلا ناخد لنا درجين، ويوم تاني ناخد لنا ضرفه، ويوم تالت مثلا ناخد لنا نمسح مثلا البوتاجاز مسحة حلوة. فممكن نجمع كل ده في فيديو واحد. ممكن ناخد من كل حاجة انا عاملاها مثلا في المطبخ، كل يوم اخد لي حاجة ادخلها في روتين من الروتينات العميقة برضو اللي انا بعملها. فاهمين قصدي ازاي؟ فانا همشي كده، يعني انا همشي كده، لان بجد بجد مش نافع خالص ان انا اعمل الحاجة كده على بعضها. لا في وقت وما فيش صحة بيني وبينكم، ما اكدبش عليكم، يعني بجد الوقت بعد المدرسة ضيق، وببقى خلاص يدوب عليا شوية الأكل وشوية المواعين ولو غسلت بس. يعني مع الهوم ورك بقى بتاع فريدة، مع شوية يعني الحاجات الروتين اليومي اللي هو انت ممكن مثلا وانت في الأوضة كده ممكن تلاقوني كده على آخر اليوم ألملم كده أروق الأوضة. أنا الأوضة كمان اللي احنا بنقعد فيها أكتر الوقت هي أوضة النوم، لأن هي الوحيدة المفروشة. وعايزه اقول لكم ان انا بصوا يعني ايدي واسناني فيها، يعني بايدي واسناني زي ما بيقولوا. على طول بروقها، وعلى طول يعني على قد ما اقدر بحافظ عليها، لان هي بقول لكم الاوضه الوحيده المفروشه. انا اول مره في حياتي اعمل كده صراحه، يعني اللي هو ابقى الشقه كلها مش مفروشه، ودي الاوضه وابقى فرشه اوضه بس حقيقي، لان احنا قعدنا كله في الأوضة دي، أكلنا وشربنا ونومنا، والتويليت جنبنا والمطبخ جنبي. فبجد لازم أحافظ على الأوضة كده، أحافظ على نظافتها، لأن احنا خلاص يعني عارفين اللي هو أنا محطوطة في أمر واقع، لازم أبقى متواجدة فيها. تعالوا بقى كده إيه نشوف إيه غرفة الولاد، باقي بقى تنظيفات الغرفة اللي ما بتخلصي. ودي أكتر أوضة بجد يعني بتعب فيها جدا، يمكن أكتر كمان من الريسبشن. ليه بقى؟ لأن فيها تفاصيل كتيرة بقى، في بقى حاجات تحت السراير، وفي مراتب بتتشال ومراتب بتتحط وحيطان مش عارفه ايه. وطبعا انا وريتكم بقى المنظر الحيطه عامل ازاي اللي هو جنب السرير من الولاد، مطرح ما بيناموا بقى، مطرح ما يحطوا ساعات يحطوا بقى رجليهم، فبتعمل علامات بقى. المهم بقى كده يا بنات، تعالوا بقى نفضي كده جوه السرير، ناخد جزء كده مقتطفات كده انا عامله لكم. يعني انا بقى يعني اشتغلت معاكم في الفيديو ده مقتطفات كده في التنظيف اللي انا عملته في الغرفه يعني. تمام. في حاجات عملتها بقى مع نفسي. يعني اولا كده شايفين بقى كل الشنط بقى اللي هي من ورا دي، اللي هي الجراي واللبني والشنطه اللي هي اللي فيها الغزاله دي. عايزه اقول لكم دي كلها الهدوم بقى الشتوي بقى، اللي هي باقي الهدوم الشتوي، كمان باقي المفروشات الشتويه بتاعت الدفايات يعني. في مفارش شتويه لغرفه الولاد، في طقمين كده بيبقى زي ليها كده، عامله زي فكره الملايه والمخده والخداديه، فاهمين؟ فباقي المفروشات بقى كانت جوه السرير. فيلا بقى بينا، يلا اديله ادي بقى كده ايه، نطلع الحاجه ونظبط بقى الدنيا. طبعا بقى انا ايه في الوقت ده بدأت بقى ان انا اطلع كل الحاجة، طلعتها طبعا بقيتها مع نفسي. وبقيت بقى ان انا اعمل قلب السرير بقى طبعا بقى، يعني الاول بلم التراب اللي انا ايه مطرح ما كانت الحاجة موجودة. بعملها بس الاول كده بلمها عشان هجر بقى السرير، اعمل بقى في الجنب بقى بتاعه، وكمان هعمل من ورا السرير. طبعا هتلاقوا تراب، هتلاقوا حاجات يعني. هنغسل بقى الحيطة بقى اللي هي جنب السرير دي كمان، وهنغسل كمان السرير الخشب الابيض يعني. وهننضف كده بس كل حاجة. تعالوا بقى كده ايه نشوف عملت ايه تاني بقى من ورا الكاميرا هقول لكم. الاول بس كده ايه، اخدنا ظهر السرير عملناه، وعملنا بقى كنسنا ورا السرير، واخدنا الحيطان عملناها زي ما قلت لكم. والارض كنت جايبه بقى بوله حاطه فيها ميه،
حاطه فيها شويه بريكس وشويه لهلوبه. بصوا خليت الدنيا كده بتبرق بتبرق بامانه من النظافه، وحسيت كده ان انا راضيه عن النظافه اللي انا عملتها دي. يعني حسيت كده ايه ان انا فعلا كده لا تمام كده بالنسبه لي كده. عملت رغاوي وعملت صابون ومسحت كده بالمساحه اكتر من مره، وغيرت طبعا ميه علشان طبعا ايه اضمن ان الرغاوي طلعت بقى والدنيا بقت زي الفل. عملت ايه ورا الكاميرا؟ بصوا في حاجات انا سجلتها بس مش هتنزل لكم، قصدي في الفيديو ده، هتنزل لكم يعني في الفيديوهات الجايه. وفي حاجات بقى انا عملتها مع نفسي، زي ايه؟ زي لما انا لميت الهدوم الصيفي كلها بتاعتي، رصيتها في شنطه اللي هي التخزين او الحفظ الملابس دي، وان انا طلعت الهدوم الشتوي طلعتها بقى بره. وبدأت بقى ان انا رصيت برضو بعد ما نضفت في قلب السرير وظبطت الدنيا، بدأت بقى ان انا ارص الحاجة بقى، الشنط والكلام ده كله، وتخلصت بقى من كل حاجة انا حاسة فيها ان هي ملهاش مكان بره. هي ليها استعمال بس ملهاش مكان بره. يعني انا بالنسبة لي كده يعني اللي هو ايه زي ما بيقولوا كده، يعني حاجه زياده. يعني هي ليها استعمال بس هي مش في وقتها، يعني ملهاش استعمال. فحاولت كده على قد ما اقدر ان انا الملم كده الدنيا حواليا، واتخلص من اي كركبه واي حاجه مضايقاني، في ان انا احط الحاجه كده ايه في تحت السرير. طبعا اكون بقى مغلفاها كده كويس، واكون حاطه بقى ايه الشنط اللي هي التخزين دي. بصراحه حلوه قوي قوي اللي انا جايباها، كمان نوعها حلو قوي. فالمهم بقى كده ايه زي ما قلت لكم، تخلصت بقى من كل الكراكيب، وتخلصت بقى من الحاجات اللي هي ملهاش استعمال بره خارجي. لملمت بقى كل الكلام ده. فعايزه اقول لكم ان انا عملت شغل كتير كتير والله العظيم. بصوا يعني اليوم ده انا بجد اتهلكت من اول يوم لاخره. فعايزاكم بقى ايه تشجعوني بقى، عايزاكم تشجعوني باللايكات بقى يا بنات، بجد بجد. انا قد ايه تعبت في الفيديوهات دي، وقد ايه بجد عايزه يعني اديكم كده طاقه ايجابيه ان شاء الله كده تكون واصله لكم من خلال اللي انتوا شايفينه في الفيديو. يعني بيبان، بصوا يعني هو بيبان. يلا بقى ادي بقى كده في الارض. يلا لمي بقى الصابون بقى كده والرغاوي الحلوه دي. هي طبعا الرغاوي مش كتيره قوي، يعني انا عشان طبعا انا مش عايزه يعني ايه الدنيا تبقى مبهدله عندي، خاصه ان انا عندي الارض كلها خشب. فحرام يعني حرام ان الخشب يبوظ، يعني فاهمني. فانا كنت بعمل ميه باقي الصابون ده بس كده على خفيف، بس نفس الوقت انا عامله رغاوي. انا بالنسبه لي كده دي رغاوي حلو. تعالوا بقى نغسل بقى التنجيد بقى، السرير ده الكابوتيني ده. وهنعمل كمان السرير بقى من جوه ومن بره. بصوا هنخلي الدنيا زي الفل. عملنا الحيطان، بصوا يعني انتوا يمكن حاسين بالفرق، حاسين قد ايه هي نطفت بقت زي الفل. فبصوا بقى كده بالنسبه لي انا كده تمام. يعني انا بالنسبه لي كده التنظيفات انا كده راضيه عنها. لان انا حسيت ان انا عملت الحاجه اللي انا ايدي بتبقى فيها موسميه. يعني الحاجه تبقى مثلا موسميه كل فين وفين لما بتيجي تعملي الحاجات اللي هي جوه الاعماق دي. متاخدوش في بالكم على اللي انا، بصوا انا كنت متبهدله شايفين اللي هو ال اسمه ايه، اسمه ايه ده مش عارفه. كنت لابسه يعني البيجامه بتاعتي، يعني كانت باينه، يعني في جزء منها باين من ورا. فمعلش بقى يعني متاخدوش في بالكم. المهم بقى كده ايه، يلا بقى نعمل قلب السرير كمان كده بقى، ننضفه كده ونخلي الدنيا بقى زي الفل. وهنعمل كمان ايه تاني؟ هنعمل بقى ورا الكنبه كمان. عايزه اقول لكم ان انا كنت عاملاها من فتره قريبه و... وانتوا شفتوا، يعني لو ترجعوا كده بالفيديوهات كام فيديو هتلاقوها. والله بصوا انا كنت مخليه الدنيا حرفيا جميله جدا ونظيفه. جريت بقى الكنبه، يا خبر على اللي انا لقيته. لقيت تراب ولقيت مشابك ولقيت حاجات غريبه. فهنعملها برضو كده ايه مع بعض بالمره. يعني هي نظافه يا جماعه. بصوا طول ما انتوا قادرين او يعني بامكانياتكم ان انتوا تعملوا الحاجه وتعيدوا عليها تاني، ده بيحافظ عليها اكتر واكتر انها تبقى نظيفه، تفرشوا كده وضميركم مرتاح يعني. المهم بقى كده بصوا انا كده خلاص كنت خلصت قلب السرير، وكنت رجعت بقى الحاجه مكانها والمرتبه، بس انا ما جبتش بقى الكلام ده معاكم. قلت يعني كده بقى ايه ما ازهقكمش معايا، يعني اللي هو ما تحسوش بملل. بس هقول لكم انا عملت ايه، يعني اللي هو ايه برضو الحاجه اللي انا عملتها ما صورتهاش. هقول لكم انا عملت كذا كذا كذا. هنا بقى بصوا بقى دي الدفايات اللي انا كنت طلعتها بقى من جوه السرير. وادي اللي هي المفروشات اللي بقول لكم عليها خاصه بسرير الاطفال. الطقمين دول عايزه اقول لكم بجد بجد تحفه 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 تحفه. كنت جايباهم من محل اسمه ريش نعيم او على ما اتذكر من كام سنه،
من كام سنة والله، يمكن من سنة، من 3 سنين أو 3 سنين، 3 سنين كنت جايباهم، كنت طالباهم يعني من المحل ده، وما هنا في اسكندرية. وعايزة اقول لكم بصوا، انا ندمانة ان انا ما جبتش باقي يعني كنت جبت لي مثلا 5 6 اطقم منه، وكان ما كانش غالي. يعني تخيلوا مثلا الطقمين دفايات بالمنظر ده كانت تقريبا عاملة 400 500 شفتوا قد ايه؟ كانت ما كانتش غالية خالص، كانوا طقمين يعني اللي هو دبل سريرين، فاهمين؟ بمخدتين باتنين خدادية. كنت جايبة طقمين بس، كان الطقم تقريبا عامل معايا 1100 حاجة كده. فانا ندمانة ان انا بجد ما جبتش كده مثلا ايه، كام قلت لكم؟ 5 6 7 بس يلا تتعوض ان شاء الله يعني. كله يعني الحاجات جديدة بتنزل، وانا عارفة ان انا لو جيت اشتريت طقم مثلا شبه ده كده اكيد هيعدي معايا ال1000 يعني. فربنا يسهل كده، والله المستعان ان شاء الله. بس الحمد لله يعني انا عندي مفروشات. انا اصلا لما هفرش مثلا دفايات على السراير، ببقى مثلا فرشه الملايه وهفرش عليها دفايات عشان تدفي كده المكان. انا طبعا لسه بقى ما فرشتش الدفايات ولا فرشت الكلام ده كله لسه. طبعا ان شاء الله لما اجي بقى افرش معاكم انا خلاص يعني. الاوضه دي بصوا واقفه عليا على ايه بقى، على الشباك الكبير والصغير يتعملوا، وفوق ظهر اللي هو ظهر الدولاب، فوق الدولاب يعني. عشان انا كنت حاطه حلل وحاطه حاجات كده كانت زياده معايا في المطبخ، انا مش بستعملها يعني، عامله لي كركبه في المطبخ. فان شاء الله كده ابقى اجيب بقى كرتونه كده او صندوق يعني كده، احط فيه بقى كده الحاجات دي واغلفها، وممكن اشيلها بقى تحت السفره مثلا، او احطها فوق الدولاب. يعني مش شرط، ممكن احطها تاني فوق الدولاب بس تبقى ملمومه كده في صندوق، فاهميني؟ يبقى شكله كده اظرف شويه. ففاضل بقى ظهر الدولاب فوق الدولاب، وفاضل الشباك الكبير والصغير وبس، والمكتبة بقى بتاعة التلفزيون بس تتلمع، والأرفف تتلمع وخلاص. ونبتدي بقى نفرش بقى الستاير ونفرش بقى السراير بقى، وندفي كده بقى الأرض، ونخلي الدنيا بصوا دفى دفى دفى. أنا مستنية بصراحة يعني. أنا كده فاضل لي مرة كمان في الغرفة وخلاص، إن شاء الله كده تبقى زي الفل. إن شاء الله بقى الفيديوهات الجاية هتبقى بقى ايه، هندخل بقى على الريسبشن وهندخل على المطبخ، نخلص بقى كده مع بعض كده كام حاجة فيها، عشان بقى ايه، بجد لازم بقى ننجز. يعني انا بجد عامل تحدي الاسبوع ده. إيه، انا كمان بتشجع معاكم والله، يعني انا بتشجع معاكم لما بصور كده بتدوني حافز، تشجعوني بامانه. اللي هو بقى ايه، هقوم اصور كده مع اخواتي واشجعهم، وانا كمان اتشجع عشان انجز كده يعني حاجات كده شغل في الشقه يعني. فان شاء الله كده الفتره الجايه ايه، ننجز بقى حاجات في الريسبشن، ونفرش ونعمل المطبخ ونفرشه، ونعمل الغرفة برضو الجزء البسيط اللي فاضلها اللي قلتلكوا عليه كده، ونفرشها برضو ان شاء الله. شفتوا طبعا ورا الكنبة كان عامل ازاي؟ كانت الدنيا بصوا تراب بقى وحاجات. لميت وسيقت وبدأت بقى نفضت الكنبة طبعا والمخدات وكده الخداديات، ورجعتها تاني بقى مكانها. وهنا بقى انا كنت كنست الارض بقى كلها بتاعه الغرفه، وقلت بقى كده اديها تلميع معاكم برضو، ننضفها كده ونخليها كده زي الفل. انا عايزه اقول لكم ان مفيش حد يعني السرير اللي هو تحت الشباك ده محدش بينام عليه. احنا واخدين بس المخده والخداديه بتاعته حطيناها في اوضه النوم. عشان ايه؟ مخده اوضه النوم حطها بالورب كده عشان اسر ولما بينام بخاف يقع. فواخدين المخده بقى ننام كده، والسرير التاني ده اسلام بقى بينام عليه. انا الفتره دي بقى طبعا فريده بتبقى معايا في الاوضه عشان برضو المذاكره، وعشان خاطر ايه، ابقى يعني بنصحى بدري جدا انا وهي. بنصحى الساعة 5، بس أنا في أحيانا بصحى قبلها. يعني تلاقوني كده ايه صحيت قبلها، بعمل ممكن أعمل حاجة مثلا ورايا حاجة أعملها، أو حتى لو مش هعمل أقعد كده شوية. فبيبقى كده خلاص بقى بنقعد بقى أنا وهي في الأوضة وكده، ومعانا إسر، فببقى واخدة بقى المخدة حطها بقى ننام عليها. وإسلام أسبوع بيبقى معانا، وأسبوع مثلا بيبقى ايه، بيروح يعني بيبقى شغله بالليل. بس هنا بقى انا كنت حطيت بقى ميه تاني بقى عشان الم بقى اي صابون واي رغاوي، عشان برضو الولاد لو دخلوا ما يتزحلقوش. بس كده خلاص الدنيا بقت زي الفل حرفيا. وخليت بقى الدنيا، مش معنى ان انا شايله بقى السجاد ومش فرشه يبقى ما اديش الارض تلميع، على قديها وبيسهل عليا طبعا المواضيع دي. خلاص بقى كده ادي الغرفه. بصوا والله العظيم يعني بجد لولا الشباك وفوق الدولاب
خلاص الأوضة واقفة على كده يعني، اللي هو الشباك وفوق الدولاب. ونمسح بقى كده المكتبة والزرعة دي مثلا تتمسح وكده، وننقط كده ألعاب العيال. خلاص يعني حاجات بسيطة، حاجات فعلا يعني ممكن تتعمل في فيديو ويبقى مثلا فيديو للفرش. انا عايزة اصلا يعني اشجعكم بأمانة بجد. هنمسح برضو الطابلوهات، وهنمسح الارفف طبعا، لان اكيد اكيد لمت تراب يعني. انا كنت مسحاها برضو قبل كده، بس همسحها تاني معاكم. هنظبط بقى كده الدنيا ونخليها ان شاء الله. يعني بصوا، ان شاء الله انتظروا بقى فيديوهات جامده جامده بامانه، والفرش ده لوحدكم تاني يعني ان شاء الله. انا بحب بصراحه الفرش وكده. ادي بقى كده الاوضه بصوا زي القمر. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتحمستم. ما تنسونيش بقى من اللايك والشير للقناه، عشان قناتنا تكبر وعيلتنا تكبر اكتر واكتر. بحبكم جدا، هتوحشوني ان شاء الله. من هنا الفيديو جاي باذن الله، باذن الله انتظروني في فيديو بكره جديد على خير. بحبكم جدا يا احلى ناس في حياتي. ربنا يخليكم ليا يديمكم في حياتي العمر كله، اللهم امين يا رب العالمين. وما تنسينيش بقى كمان من كومنتك القمر اللي بيشجعني وبيحمسني، يخليني كده بقى ايه ابقى على طول كده معاكم. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد على خير. واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ودمتم سالمين كده يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم بقى ان شاء الله بكرة على خير بإذن الله. هتوحشوني بقى من هنا لغاية بكرة. باي باي.